حكاية فيلمنا بتبدأ مع كاتب اسمه ليمون سنيكت، بيحكي لنا عن قصة جديدة عن أطفال بولدرين. أولهم فيلوت، واللي وصفت إنها من أفضل المخترعين في العالم وهي عندها 14 سنة بس. وأي حد كان بيشوفها وهي رابطة شعرها بيعرف إنها ناوية تخترع حاجة جديدة من الأدوات المركونة والخردة كانت بتحولها لآلات. وأحسن واحد كان بيجرب الآلات دي هو أخوها كلاوس، واللي كان بيعشق القراءة جدا. وبسبب إن عندهم مكتبة كبيرة كان بيقضي وقته كله جواه، أي حاجة كان بيقراها كان بيحفظها. وأخيرا أختهم الصغيرة ساني، ودي موهبتها غريبة شوية، بتحب تعض أي حاجة بسنانها. لكن في يوم بيجيلهم محامي العائلة مستر بو، وقال لهم إن قصرهم اتحرق وأهلهم ماتوا بسبب الحريق. وسبب الحريق كان انعكاس ضوء من الشباك عن طريق عدسة مكبرة. وبيقول لهم بو إن هو مسؤول عن فلوسهم لحد ما يوصلوا للسن القانوني عشان يقدروا ياخدوها، ولازم يعيشوا مع قريبهم الكونت أولوف. وبيفرحوا الولاد جدا بمجرد ما بيشوفوا البيت من الورد واللي فيه، لكن ده بيطلع بيت قاضي المدينة. وبتقول لهم إن البيت اللي قصادها هو بيت الكونت أولوف، وبيطلع أسوأ بيت في المدينة. وكان عبارة عن فنان لكن كان بشع جدا، وبيكون كاتب أساميهم على ايديه عشان مش حافظهم ومش مهتم بيهم. وبعدها بمجرد خروج بو من البيت بيقول لهم ان هو قاصد ياخد كل ثروتهم ويخلص منهم. تاني يوم بيديهم ورقة فيها مهمات لازم يعملوها، كان بيعذبهم في خدمته هو وفرقته. وبعدها بيروح أولف بالأطفال للمحكمة عشان يستلم قرار الوصاية عليهم. وهم راجعين بيوقف عربيته في مزلقان على السكة الحديد بتاعة القطر، وبينزل عشان يجيب لهم حاجة من السوبر ماركت، وبيقفل العربية عليهم. وبتلاقي فايلت جوه العربية كتاب فيه ورقة عن مواعيد القطر، وبيسمعوا صوت القطر جاي من بعيد. وبيعرفوا ان الكونت اولوف عمل كده عشان يخلص منهم وياخد ثروتهم لان هو الواصي الوحيد عليهم. بتحاول فولت هنا تفكر في اي حاجة عشان يخرجوا من العربية او تحل المشكلة، وبتقول لكلاوس انك قريت كتب كتير عن القطر والحل عندك. وبيفتكر كلاوس الكتب اللي قراها والحل الوحيد في مفتاح تغيير المسار، لكن كان بعيد جدا عنهم. وبتطلب فولت من اختها صاني انها تعض لعبة موجودة جوه العربية، وبتعمل خيط وسوستة من الكراسي اللي موجودة في العربية وبتحدفها على المفتاح مرة واتنين لحد ما بيقدروا ان هم يغيروا مسار القطر في اخر لحظة، وبيعدي من قدام العربية بالظبط. ولكن الكونت اولوف كان فاكر ان القطر هيخبط في العربية ومستني ان هو فعلا يحصل كده، لكن ما بيحصلش حاجة. وبيتصدم جدا لما بيعرف ان القطر عدى من قدامها. في نفس اللحظة دي بيوصل مستر بو، وبيستغرب ان صاني قاعدة مكان السواق، وبيقرر يسحب الوصاية من اولوف. وبياخد الاطفال وبيركبوا العربية وقال لهم ان هو هيوديهم لحد تاني. وبيروحوا على بيت مستر مونتي الواصي الجديد عليهم، وده بقى مهتم بالزواحف الكتيرة جدا اللي موجودة في بيته وبيعشق تربيتهم. وقال لهم تاني يوم هنسافر كلنا. وبعدها بيوصل واحد اسمه البروفيسور ستيفانو، جاي عشان يشتغل مساعد لمونتي. لكن ده بيكون الكونت اولف ومتنكر في هيئة البروفيسور بعد ما قتل البروفيسور الحقيقي وربطه في قطر. وطبعا الولاد اكتشفوه على طول، لكن هددهم لو اتكلموا وحذرهم بالسكينة. وحاولوا يحذروا مونتي بكذا طريقة وكتبوا له على جلد التعبان. وفعلا مونتي بياخد باله، لكن في النهاية أولوف بينفذ خطته وقتل مستر مونتي. والولاد بيبلغوا الشرطة، لكن البروفيسور بيقول لهم ان هو مات بسبب عضة الكوبرا. واقتنعوا طبعا بكلامه، وكان هياخد الولاد ويمشوا في اخر لحظة. لكن الشرطة بتشوف صاني بتلعب مع الكوبرا وانها مش سامة ولا حاجة، وبيلاقوا البروفيسور بيهرب على طول قبل ما يقبضوا عليه ويكتشفوا حقيقته. والتاني مرة بياخدهم بو عشان يوديهم للواصي الجديد، وهي ست غريبة عايشة في جزيرة مهجورة وليها عادات أغرب منها. بتخاف من كل حاجة إن البيت بتاعها يقع أو يتحرق، ومش بتستخدم النار فيه أصلا، وبتاكل الأكل ساقع. اسمها جوزفين. ووريتهم ألبوم صور ليها ولأسرتها، ولاحظ كلاوس إنها عندها نفس المنظار اللي موجود عند والده ووالدته قبل ما يموتوا، وعند أولف موجود عند العيلة كلها. وطبعا هنا جوزفين بتتوتر جدا وبتاخد الألبوم منهم بسرعة. وبعدها جوزفين بتقول لهم هوريكم حاجة غريبة محدش يعرفها. هي بحيرة فيها أسماك شرسة بتاكل أي حاجة حتى المراكب، وجواها مغارة بعيدة. وبعد كده بيروحوا السوق يشتروا أكل. بيقابلوا الكونت أولف تاني مرة، بس المرة دي متنكر في لبس صياد. حاولوا الأولاد يحذروها منه، لكن ما صدقتهمش عشان كانت معجبة بالصياد. وبعدها بيرجعوا البيت مش بيلاقوها، وبيشوفوا الإزاز بتاع أوضتها مكسور. وبيشوفوا رسالة من جوزفين بتقول إنها انتحرت.
لكن كلاوس بيلاحظ غلطات إملائية كتيرة جدا في الرسالة. جوزفين أصلا كانت مهتمة جدا بقواعد الإملاء، وبيعرف إن دي شفرة سايباها عشان ينقذوها ويعرفوا إنها موجودة ويعرفوا مكانها، ومكانها في المغارة اللي في آخر البحيرة. لكن بتحصل عاصفة شديدة جدا بتخلي البيت بينهار. فويلت بتضطر إنها تربط شعرها عشان تفكر في حاجة تخرجهم من الأزمة اللي هما فيها، وبتفكر إنها تنقذ إخواتها إزاي. بترمي المرساة في الناحية التانية وبينطوا من البيت في آخر لحظة قبل ما بينهار. وبعدها بياخدوا مركب وبيروحوا لجوزفين وبيقنعوها إنها ترجع معاهم، عشان لو ما رجعتش الكونت أولف هيبقى الواصي عليهم. وبترجع معاهم، لكن الأسماك بتهاجم المركب، وبيظهر أولف من بعيد وخد الأولاد منها، وساب جوزفين لوحدها تغرق في البحيرة وبتموت. وبعدها بيظهر من الضباب من بعيد مستر بو والشرطي، وهنا أولف بيعمل نفسه بينقذ كلاوس والأولاد من الغرق طبعا وبيصدقوه. لكن بو قال له ان الاولاد لو ماتوا محدش هيعرف ياخد اي فلوس منهم الا لو كان حد فيهم متجوز، عشان تيجي فكرة شيطانية تانية في دماغ اولف وبدأ ينفذها، وعمل مسرحية وعزم عليها كل الناس. كانت المسرحية عن الجواز. عمل نفسه هيتجوز فولت، وطلب من قاضي المدينة اللي كانت جارته يشارك في المسرحية عشان المصداقية، وهدد فيلت لو ما سمعتش الكلام هيقتل اختها صاني. وبعدها بيبدأوا المسرحية فعلا، والقاضي بتشارك في مراسم الزفاف. وفي نفس الوقت كلاوس كان بيحاول ينقذ أخته الصغيرة اللي محبوسة في برج، لكنه بيكتشف حاجة غريبة: عدسة مكبرة بتركز الشمس في مكان واحد وبتحرقه. وشافها انها كانت متركزة على بيتهم، وبيعرف ان اولف هو اللي قتل والده ووالدته، لكن اخته كانت مضت على عقد الجواز بقى رسمي. والقاضي اكتشفت انها عملت كارثة ومحدش قادر يتكلم، لان اولف بقى معاه عقد رسمي بالجواز، لكن كلاوس قدر عن طريق العدسة انه يحرق العقد. وطبعا اولف بعدها بينهار، وبيقبضوا عليه وبيحكم عليه القاضي قبل السجن ان يحصل فيه نفس المخاطر اللي عملها في الولاد. وفعلا ابتدى ان هو ينفذها، بيقعد في بيت بينهار، وبيتساب في البحيرة مع الاسماك المتوحشة، واخيرا بيقعد في عربية موجودة على سكة القطر. وبعدها بيتسجن أولف، وبنعرف ان هو كمان هرب من السجن، لكن الاولاد قدروا ان هم يتخلصوا منه للابد. وبيرجعوا مع مستر بو في العربية، وبيزوروا بيتهم للمرة الاخيرة، وبيعرفوا انه مهما كان الواصي الجديد عليهم هم مع بعض هيقدروا عليه. ودي بتبقى نهاية حكايتنا، ولو عجبتك الحكاية ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. وسلام.